تعالوا نتكلم بسرعة عن مميزات مدارس التكنولوجيا والثانوي العام. تعالى نشوف مين الأنسب لمستقبلك. أول حاجة، مدارس التكنولوجيا بتديك خبرة عملية بإيدك، وبتفتح دماغك للتفكير والتوسع، وبتساعدك تطور من نفسك بنفسك. وكمان هتلاقي ناس شاطرة حواليك تساعدك وتتعلم منهم، وانت كمان تساعدهم. وانا كواحد في مدرسة ويلي التكنولوجيا، عندنا تخصصات كتير زي البرمجة والشبكات والاتصالات، ودلوقتي ضافوا كمان الديجيتال ارت والاي اي. وكمان بيعلموك عملي، وممكن تلاقي فرص شغل بعد التخرج، بس لازم تشتغل على نفسك بره المدرسة وتفضل تتعلم وتدور بنفسك. وفي ناس كتير بعد التخرج فتحوا شركات لنفسهم ونجحوا، وربنا يكرمنا ونكون زيهم. لو عايزين فيديو عن تخصص البرمجة بالتفصيل، اكتبوا في الكومنت تحت. تعالوا نخش على الثانوي العام، بيفتح لك كليات وفرص كتير جدا، ومناسب لو هدفك كلية معينة. ولو انت شخص بتحب المذاكرة والدراسة الأكاديمية، فالثانوي العام مناسب ليك. واستنوا بارت 2 هنتكلم فيه عن عيوب الاتنين.